الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كشنا بيقول المسألة الرابعة، مسألة شوري إيش كتاب الزكاة. وبحث عند مقدمات الزكاة اللي بدك التسبيكة. حكم مانعها بخلا، يعني حكمي كس ندت إيش دل ندان إيش شريكي إيش دست جرتن دل ندت بدش برهند نكو أول بيجيت واجبني ننا بيجيت واجبة بس دل ندت. من منع أداء الزكاة بخلا بها، وترك سكي زكاة ندر خش ماضخة إشبركو دل ندت مع اعتقاده بوجوبها، قال عندك باوركت واجبة، فهو آثم بامتناعه. قلت أو فير ريجري كرنا هني جنهكارة وقت بوش ماضخة ندر خيتم، ولا يخرجه ذلك عن الإسلام. وقلت أفشان دهني أو إيش إسلامتي ندر خيتم، لأن الزكاة فرع من فروع الدين. çünkü عندك الزكاة فرعك شقك شق الدين، فلم يكفر تاركه بمجرد تركه. أو الزكاة تريج برد هلون ويبتني نابد كافر، لقوله صلى الله عليه وسلم عن مانع الزكاة. سبر قدنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام در باره ويكس الزكاة ندادن، قلت ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يعني باشي درقوي إيتا نشاندان بوي آن بو بحشت آن بو جهنمي. قلت ولو كان كافرا، قلت أجل أو الزكاة ندتن كافر با لما كان له سبيل إلى الجنة. شركت بحشت بنتاتنا نشاندان، يعني قلت درقيت ري بوين نشاندان آن دي بنا بحشت آن دي بنا جهنمي. أجل كافر بو تو بنا مودا يكسر بنا جهنمي. وهذا تؤخذ منه الزكاة قهرا مع التعزير. ودي شوي كان دور تدور جرت شوي كسي وصل زكاة تدور جرتن قهرا، يعني تعدي دور شيء ورجر وش جلنا دانا داي بنا مع التعزير. أتقل سزادانه وش كسزايا والديف حاكمة ميندن هل سزايا كي جاي بيتبوي كسبداني تماما سسرين كرب بيت چجل دادن بيت چه غرامه مادي بيتن دي سزا دادن. فإن قاتل دونها، وتكر چون در تعدای جوالگرن رابي شاركر وتقوتل لشرعي تكرن حتى يخضع لأمر الله تعالى، حتى سرچميوي بدو أمر خود تعالى، ويؤدي الزكاة وزكاة مال خده. لقوله تعالى فإن تابوا، قال تعالى قد أجر أوانا توبكر وأقاموا الصلاة ونبيشت خب درسته كرن وآتوا الزكاة وزكاة مال خاشي داري خست شنكو فخلوا سبيلهم ريكوان بردن وچلينك. وقوله صلى الله عليه وسلم، هرساش برقدنا پیغمبري عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس، أمر مني هاتي كرن الشر خلقبكم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى كو شهديدا كل إله نينا مستحق عبادتي بنجبري الله، وأن محمدا ومحمد رسول الله قاصد خده، ويقيم الصلاة ونبيجت خب درستاي بكن، ويؤتوا الزكاة زكاة مالخة بدن. فإذا فعلوا ذلك، قد أجلونا بچند هنكر بچريدة عصموا مني دماءهم وأموالهم، أفا أوانا خين مالخة اش من بارست إلا بحق الإسلام، يعني بحق إسلامتية نبيد أجر خوين ماليان ده پارستنش من بجا حق إسلامتية خوين اندجا بحق إسلامتية حلال بيتن، وكي أجر أوي جيج كشت أبا خوينه حلال بيش بالحق إسلامي، يانشي مال اندجا حلال بيتن أجر مال كده زيان غصب كر انشي وكي بودي زكاة منع كر. وحسابهم على الله وحسابهم جي بجا سر خده. ولقول أبي بكر الصديق لو منعوني عناقا، وقت كل سردم أبو بكر رضي الله عنه عندك زكاة منع كري، قلت پیغمبر خدا صاحبي عليه الصلاة والسلام مداوي إلى أبو بكر رابو دا شاروانا كتن، قلت
اوید کو فرقی تخنن برا نویج زکات دا خود هر تو پیج ویدین از شرعانه کم بجا نه بس سر هنده کو زکات ندن تشکی کمش زکاتش ندن از شرعانه کم لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأكد كاركيك ندن وانا دا پیغمبر عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليها از الشرعانه كم وتوال عناق وعناق شتشته الأنثى من ولد المعزي وديامي اش عيالت او زارو كتبن معز بحسي بزنية ما لم تستكمل سنة اگر سالي كامل نكربت بجني عناق وكان معه في رأيه الخلفاء الثلاثة وقلت بوچونا امام ابو بكر هر سي خليفة ديال بوچوناي بون وسائر الصحابة وهم صحابي الدجي فكان ذلك إجماعا منهم بجاء بواكي إقدانجيك وإجماعك لهذا الصحابية على قتال مانعي الزكاة لسر شر كرنا وان كسدكو زكاة منعت كانوا ندن ومانعها بخلا وأو كسوا كشت الندان زكاة نددا يدخل تحت هذه النصوص أو جد كبدت بنفان نصت السليمة بحث كريم والحمد لله رب العالمين.